اهلا بيكم فيديو جديد. النهارده هنتكلم سوا عن 3 حاجات بيبوظوا لنا الدايت في الشتاء. طبعا احنا داخلين على الشتاء، فلازم نعمل حسابنا ان احنا نكون جاهزين بالامور اللي احنا نتفادى بيها زيادة الوزن في الشتاء، وخاصة لو هي امور اقدر اعملها او محتاجة ارادة قوية. برضو احاول ان انا ألملم نفسي كده واشوف فيديوهات واسأل متخصصين واشوف تجارب قبل ما ادخل على الشتاء. اقول لكم ازاي نتفاداهم. اول حاجة، جوع اخر الليل في الشتاء. طبعا كلنا بلا استثناء مقرين بان جوع اخر الليل في الشتاء هو اللي بيبوظ لنا الدايت. طب نعمل ايه ونروح فين ونيجي منين ونحل المشكلة دي ازاي؟ هقول لكم. اول حاجة ان انتوا يكون الوجبة التالتة بتاعتكم لو انتوا عاملين صيام متقطع، او لو انتوا عاملين دايت عادي جدا والوجبة التالتة بتاعتكم هي مثلا بالليل، فطبعا هتخلوها مثلا عشاء خفيف لكن في بروتين عشان يبقى مشبع، وفي شوربة سخنة دافية، وبعدها بتشربي مشروبات دافية. زي مثلا ايه المشروبات الدافية؟ زي ينسون، زي مثلا نعناع، زي بابونج، زي مثلا حاجات بتهدي الاعصاب وتخليكي بقى ايه تروحي في سابع نومة، ما تفكريش في جوع اخر الليل اللي هو في الشتاء. نحاول برضو يبقى عندنا شوربة عدس صحية، نحاول يبقى عندنا اكلات صحية مشبعة في الوجبات بتاعتنا، وخصوصا اخر وجبة. فما تديش لنفسك فرصة انك تجوعي، لانك بتجوعي عشان مش واخده حقك في البروتينات، مش واخده حقك في المية، مش واخده حقك في المشروبات الدافية. ده اللي عرفته في التجربة بتاعتي، ولما جربت ده فعلا 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 تفاديت جوع اخر الليل، لانه كارثة يا جماعة وبيزود الوزن جدا جدا جدا. دي اول نقطة. تاني نقطة يا جماعة، اكلات اللي سعراتها عالية زي مثلا ايه سمنة مهدرجة، مش عارفة زيوت مهدرجة، دهون حتى لو صحية بس كتير، هي في حد ذاتها دهونها كتير، هي في حد ذاتها سعراتها عالية. فدي كان من الاخطاء اللي الواحد بيقع فيها في الشتاء، لان الجسم لو ما دفاش بيحاول يدور على الاكلات دي. فطبعا ممنوع مثلا المكرونه بالبشاميل العاديه اللي هي كلها جبن وكلها سمنه وكلها دقيق وكلها مش عارفه مكرونه وكلها ايه. لا، انا بحاول استعيد عن ده بشوربه عدس صحيه، بكوسه باللحمه المفرومه صحيه برضو، شوربه خضار، بعمل مكرونه الدايت بايدي. تمام. وان شاء الله باذن الله نخس في الشتاء. برضو المخبوزات يا جماعه عندنا نهم شديد ليها في الشتاء، انا مش عارفه ليه. يعني انا كتجربه كان دايما نفسي بتروح وبتلفني للمخبوزات وريحه المخبوزات في الشتاء، وطبعا عندي ولادي وبيطلبوها مني، وكنت بضطر ان انا يعني اعملها لهم، وريحه البيت كده وريحه الخبز في البيت بتفتح النفس. طبعا دي ابعدي عنها تماما تماما تماما. لازم تكوني شبعانه، لازم تكوني مشبعه نفسك صح. تمام. يبقى كمان تاني حاجه اللي هي الاكلات اللي هي سعراتها عاليه. الحاجه بقى اللي هي اخيره ومهمه جدا وتالت حاجه وسبتها في الاخر عشان اكلمكم فيها، لان احنا كلنا بنقع فيها في الشتاء، هي قله الحركه يا جماعه. الجو متكتك، بردانين، قاعدين تحت البطاطين، فمش عارفين نتحرك. اتحركي على قد ما تقدري. اولا هتدفي جسمك مش هيجوع، ثانيا هتحرقي، لان قله الحركه بتؤدي الى قله الحرق. فطبعا اتحركي حتى ربع ساعه مشي في البيت في الشتاء، ايوه في عز البرد عادي جدا يا جماعه، مش معضله يعني. اعملي شغل بيتك كده بخفه كده وبحركه، قومي اعملي مشروب، انزلي السلم واطلعي هاتي طلبات البيت. كل دي ان شاء الله ان شاء الله هتساعدك انك تخسي في الشتاء. يبقى نلخص ال3 حاجات تاني. اولا اخر الليل
اكل الوجبات اللي هي بتبقى سعراتها عاليه جدا 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 وبتأدي ان احنا يعني ناكل كتير منها عشان ندفي جسمنا، وفي نفس الوقت بتدينا سعرات عاليه وبتخنا. تالت حاجه قله الحركه. 3 اخطاء ما تقعيش فيهم في الشتاء، وده عن تجربه. واحب اعرفكم بقناتي اللي ما يعرفهاش واول مره يشوفها، قناه اسال مجرب مع نرمين. قناه بتهتم بالحياه الصحيه والدايت وتجارب الحياتيه. يا رب الفيديو يكون عجبكم ونال رضاكم، وخدوا جوله كده في الفيديوهات. وعايز تعليق منكم، وعايزه كمان لايك حلو من ايديكم واشتراك وتشجيع. عايزين نعتمد القناه. بحبكم، مع السلامه.